تمام. تمام. ماشي، سلام. خليني اقول لك على معلومه بسيطه جدا. اي حد بيشتغل اي شغلانه في الدنيا بيبقى فيها تحديات وصعوبات، ده منطقي وطبيعي لان مفيش حاجه سهله في الدنيا. ولكن ايه اللي يخلينا نتحمل الصعوبات دي؟ بتحملها بسبب حاجه من 3 حاجات. الحاجه الاولى، ان انا هاخد مقابل مادي مجزي على المجهود اللي انا بشتغله، فبالتالي هتحمل الصعوبات المترتبه عليه. طب الحاجه التانيه، ان انا هلاقي تقدير معنوي للحاجه دي. فمثلا بتقدر في تكريمات معينه في حاجه معينه، فاحس ان في واخد شكل معنوي حلو جدا بالنسبه لي، والتقدير حاجه دايما بتبقى حلوه بالنسبه للبني ادم. الحاجة التالتة، ان يكون في حاجة هتطور من مهاراتي او هتطور من خبراتي في مجال معين اللي انا شغال فيه، وده اللي هيخليني ان انا ابقى مبسوط من الحاجات دي. فالثلاث حاجات دول هم الدوافع ان انا استحمل الصعوبات بصفة عامة المصاحبة لاي نوع من انواع شغل معين. طيب ماذا لو في حاجتين مش التلاتة كلهم؟ يعني في مقابل مادي كويس وفي تقدير بس مفيش تطوير، ماشي، ممكن استحمل اشتغل الحاجة دي واستمر فيها. في مثلا تطوير وفي تقدير بس مفيش مقابل مادي، برضه ماشي. او حتى في حاجة واحدة، يعني في ناس اللي هو حاجة واحدة ممكن تخليك تبقى عندك دافع ان انت تستمر او حتى تاخد الحاجة دي كمرحلة انتقالية. يعني مثلا في تطوير ذات بس مفيش تقدير مادي ولا معنوي، فبالنسبة لك مرحلة لحد ما تكتسب خبرات اعلى، وبعد كده تخش على مجال تاني، او يعني نطة تانية او نقلة تانية في المجال بتاعك. لكن ماذا لو ما عندكش ولا واحدة من التلاتة خالص؟ يعني الحاجة اللي بتشتغلها دي ما بتجيبش التقدير المادي الكويس، ونفس الوقت مفيش تقدير معنوي تماما، ونفس الوقت مفيش أي حاجة بتطور من مهاراتك، مفيش حاجة أصلا بتخليك عندك قدرة إنك تعمل ده. ففي الحالة دي أنت يعتبر ميت إكلينيكيا، لأن أنت ما بتعملش حاجة جديدة في حياتك، لا مرتاح ماديا ولا معنويا ولا حتى في مستقبل في التطوير. فبالتالي نصيحتي ليك في الحتة دي بقى، اعمل حاجة واحدة بس. ايه هي الحاجه دي؟ مش هقولك طبعا سيب الشغل، اكيد مش هنقطع عيشك في مره واحده، لكن لازم تدور على بديل من النهارده، من دلوقتي، من وقت ما انت بتسمع الفيديو ده. تدور على بديل، يقدر البديل ده يكون اقدر اشتغله او امارسه جنب الحاجه دي لحد ما اقدر ان انا اقف على رجلي في الحاجه البديله. بعد كده لازم اسيب الحاجه دي فورا، لان الحاجه اللي مفيش فيها تقدير مادي ولا معنوي ولا تطوير، فبالتالي مش محتاج ان انت تتعب نفسك فيها. والحاجه دي البديله دي ممكن تكون حاجه من حاجتين انصحك بيهم في الوقت ده: يا اما تتعلم مهارات معينه من خلالها تقدر تشتغل في الفريلانسر او من خلال الانترنت وتكسب منها، يا اما ما عندكش الطاقه ولا القدره انك تتعلم المهارات المعينه دي، انصحك بمجال البيع المباشر، ممكن يكون افضل حاجه ليك.